أهلا ومرحبا بكم في قناة ملخص عن الموضوع. طائر الفلامنكو أو فلامنكو الإنديز موطنه جبال الإنديز الممتدة على طول الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية، وهو من الطيور الخواضة. وهذا الطائر ميزه الله بمميزات خاصة به، ومنها طول ساق هذا الطائر التي تشبه عيدان البرسيم، وعنق طويلة تشبه علامة الاستفهام أو حرف الإس في الإنجليزية، وله لون ريش وردي، وفيه البعض الآخر يميل إلى الإحمرار، ويتغذى على الأسماك والطحالب والروبيانو. ويقال أن غذاء الفلامنكو للروبيان وهو الجمبري هو من ساهم في لون الريش الوردي. ولكن عندما أنظر لإبداع الخالق في ألوان ريش الطيور وجلود الحيوانات حتى الحشرات والأزهار والفراشات، لا أملك شيء غير أن أقول سبحان الله. وعندما ينام طائر الفلامنكو فإنه يدير رقبته للخلف ليضع رأسه على ظهره، ويفضل الفلامنكو السفر ليلا. وطائر الفلامنكو مثله مثل جميع مخلوقات الله له أعداء في الحياة، وبين أمثلة هذه الأعداء الطيور الجارحة بمختلف أنواعها وعلى رأسها النسور والصقور. وهناك أيضا حيوانات مفترسة بمختلف أنواعها وعلى رأسها حيوان الراكون. ولماذا ذكرنا حيوان الراكون بالأخص في هذا الموضوع؟ نظرا إلى أن موطن حيوان الراكون هو الولايات المتحدة الأمريكية، وتبني طيور الفلامنكو أعشاشها قرب البحيرات المالحة في المستنقعات، وتضع أنثى الفلامنكو بيضة واحدة داخل العش، ويتناوب الوالدين احتضان البيضة حتى يخرج الفرخ من البيضة ويكون ملازم لولديه بشكل كبير واضح. وتتراوح فترة الحضانة من 27 إلى 31 يوما. وقد اتفق بعض الباحثون إلى أن سبب وقوف طائر الفلامنكو على ساق واحدة يرجع إلى أن بذلك يحافظ طائر الفلامنكو على حرارة جسمه والطاقة المخزنة بداخله، وللسماح أيضا بالراحة لأحد أرجله، خاصة أن طائر الفلامنكو يقضي ساعات طويلة داخل المياه الباردة بحثا عن الطعام. ويأتي صغير الفلامنكو بريش أبيض، ولا يظهر اللون الوردي لصغير الفلامنكو حتى يبلغ من العمر حوالي العامين. ويصل طائر الفلامنكو إلى مرحلة النضوج الجنسي في عمر 3 سنوات، ويعيش طائر الفلامنكو من 20 إلى 30 عاما.